السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي هنتكلم عن الايه انا هنتكلم عن شوية حاجات كده بصفة عامة. آه، دلوقتي التموين، في الاول احنا كنا بناخد ايه؟ كيسين سكر، كل فرد كان ليه كيسين. رجعوا قالوا ايه؟ لا، كل فرد ليه كيس. قلنا ماشي. الزيت، كل فرد ليه ازازة. بعد كده قالوا ايه؟ قالوا ان في اللي هي الايه، الاكياس اللي هي السكر اللي هو الحر. نزلوا إضافي على التموين. قالوا كل فرد في البطاقة، يعني البطاقة اللي فيها فرد، فيها فردين أو فيها فرد ياخد كيس، فيها فردين برضو كيس، 3 برضو كيس، 4 ياخدوا كيسين. دلوقتي احنا هنا بقى مش في الموضوع ده. ماشي، كتر خير الحكومة إن هي بتفكر فينا وبتعمل لنا كده، واحنا كده كده احنا بناخده. ما احنا بناخده وبندفع فلوس، يعني هو مش نازل مدعم مع التموين. بس دلوقتي في حاجة دلوقتي الأكياس دي في ناس بتبيعها بأغلى، يعني هي نازلة مثلا ب27.5، لا، بيبيعها أكتر. في ناس بتبيعها أكتر، في ناس بتبيعها ب30 35. طب ليه؟ ليه كده؟ يقول لك ايه؟ ما هو لازم يطلع له حاجة. يطلع له حاجة ايه؟ ليه؟ يعني انت يعني عايز تفهمني ان على اساس ان انت مش طالع لك نسبة؟ نسبة ايه اللي هتطلع لك؟ نسبة ايه؟ انت مش واقف وبتاخد مرتب على اللي انت بتعمله ده؟ نسبة ايه اللي عايزة تطلع لك لما انت بتيجي على الناس الغلابة؟ اما واحد دلوقتي معاه 5 جنيه ال5 جنيه ديت ممكن يكون محتاجها في حاجة تانية، او ال10 جنيه ممكن محتاجة، عامل حسابه على حاجات تانية. ما تفتكرش عشان انت معاك في غيرك وما بتحسبهاش، لا، غيرك بيحسبها بالجنيه. ليه؟ وفي الشاي اللي هو نازل ده اللي اسمه التوب ده الاصفر، الباكو ب5 جنيه. لا، في بقى بتاع تموين يديك، عايز يديك الباكو كيس السكر وعليه الباكو الشاي ب7 جنيه. يعني بدل ما ياخد من، لا، اجباري اجباري، مش مثلا، لا، انت مش هتاخد لك كيس، مش هتاخد الكيس السكر وعليه الباكو الشاي، لا خلاص مش هتاخد. ده اجباري. الاكتر كده فين بقى؟ هنا وفي الارياف. ليه؟ ليه يعني؟ بشوف بيطلع بقى كام واحد عنده في التموين. شوف بقى بياخد كام، 5 جنيه وكام 10 جنيه وكام 2 جنيه على الشاي. ليه؟ ليه كده؟ يعني لو 5 أفراد مثلا ياخد له 10 جنيه على الشاي زيادة كده، 2 جنيه كده يخش جيبه كده على الفاضي، كده من لا شيء. طب ليه؟ ليه كده؟ ليه؟ فين المسؤولين؟ فين الرقابة؟ أنا بطلب بين المسؤولين والرقابة تنزل تشوف الناس دي. على فكرة الأسعار مش هنا بس، مش في التموين بس، لا، الأسعار في كل حاجة. الأسعار متراوحة في كل حاجة. طب وليه؟ ليه الناس دي ما يتحطلهاش؟ يعني يعني الناس دي عايزة، يعني يعني الواحد مش عايز يقول كلام ملوش لازمة. الناس اللي هي زي ديت اللي ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بياخد قرش مش حقه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتري على الناس. يعني على فكرة اتضح ان، يعني الحكومة بتغلي، بس لا، جاي معاها كمان الايه، التجار بقى. تجار كبير صغير كله بيغلي. يجي يقول لك ايه؟ اصل الدولار غالي. وانا مالي ومال الدولار؟ وانا بتعامل بالدولار؟ انا بتعامل بالجنيه. انا بعمل البلدي، ماليش دعوة انا بالدولار. ليه تغلي عليا الحاجة؟ حتى وصلت لبتوع الجرجير يقول لك اصل الدولار غالي، انا اشتري الجرجير بالدولار؟ ايه العالم دي؟ لازم يكون في حل. لازم يكون الناس المسؤولة تنزل الشارع تشوف فين الرقابة؟ فين الرقابة على الحاجات دي كلها؟ يقول لك اطلبوا الخط الساخن،
بيطلبوا حماية المستهلك، ولا بنشوف خط ساخن، ولا بنشوف حماية المستهلك، ولا حد بيعبرك. ولو اتصلت بحد يقول لك اه طيب ماشي، فين الحتة الفلانية والعنوان فين كذا كذا، طيب ماشي شكرا. انت مش بلغت؟ استنى بقى، استنى بقى. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ لحد امتى كده؟ لحد امتى كده؟ لا مرتبات بتعلى ولا اي حاجة بتعلى، والفلوس بتتصرف، والواحد والله العظيم لا عارف يجيب دواء، ولا عارف يصرف حاجة، ولا عارف يجيب لحمة، ولا عارف يجيب فراخ، وداخل علينا رمضان. هنعمل ايه؟ احنا كده كده صايمين، احنا كده كده حاليا صايمين، فهيجي رمضان نصوم بزيادة مثلا يعني؟ في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه؟ لحد امتى كده؟ في ايه؟ انا بناشد سيادة الرئيس، فين سيادة الرئيس؟ سيادة الرئيس ينزل الناس المراقبة على الحاجات دي، يخلي الناس يكون في رقابة على الناس ديت، الناس التجار. فين الرقابة؟ مفيش رقابة ليه يا سيادة الرئيس؟ احنا مش متحملين، احنا مش متحملين والله العظيم. كل حاجة غليت، المواصلات غليت، كل حاجة غليت. هنعمل ايه؟ هنجيب منين طيب؟ انتوا قولوا لنا هنجيب منين؟ انتوا ادونا مكان او طريق نجيب منه، وغلوا زي ما انتوا عايزين. في اكتر من كده؟ ما هو مش هينفع، ما هو مش هينفع كده، مش هينفع كده اللي احنا فيه ده. لازم يكون في حل للناس دي، تجار السلع، تجار الخضار، تجار التموين، كل ده، كل ده ليه؟ ليه؟ والناس بتوع التموين دولت اللي عايزين يدوا الحاجة إجباري. شوفوا رقابة في الأرياف، الرقابة كمان في الأرياف يا سيادة الرئيس، نزل رقابة في الأرياف. أنا بناشد المسؤولين ينزلوا رقابة في الأرياف. التجار هناك بيظلموا الناس جدا، بيظلموا الناس جدا هناك في الأرياف وفي القرى. لحد إمتى كده؟ لحد إمتى الكلام ده؟ لازم يكون في حل للكلام ده. مفيش حاجة إنها تديني حاجة إجباري، ما تدينيش إجباري. يعني إيه آخد كيس سكر وعليه باكل شاي إجباري؟ بدل ما ياخد مني 55 جنيه على كيسين السكر، لا عايز ياخد كيسين سكر وباكوين شاي، ياخد مني 70 جنيه. ليه؟ ليه؟ هجيب لك أنا منين ال70 جنيه؟ ليه كده؟ ليه بتجبروا الناس على حاجات هي مش عايزاها؟ أنا أعرف ناس بتعمل الحاجات دي. حد بس يجيني وأنا أوديه للناس اللي بتعمل الحاجات دي، اللي بتدي للناس الحاجة إجباري. بس ما ينفعش كده، مش عافية هي، والله ما هي عافية. لازم يكون في حل لده كله. لازم المسؤولين تنزل الشارع وتشوف وتنزل رقابة. فين الموظفين؟ مش في رقابة على الحاجات دي؟ فين؟ فين الرقابة على الحاجات دي؟ ايه ده؟ بتنزلوا تشوفوا، تنزلوا الشارع وتشوفوا، تشوفوا الناس اللي بتغلي دي، تشوفوا التجار ديت اللي ربنا ينتقم منهم. الواحد مش عارف يقول ايه والله. هنوصل لحد فين؟ وهنجيب منين؟ لازم يكون في حل.